أعزائي المشاهدين، هناخدكم كده في لحظة تجلي أو تفكير، عمق في التفكير. هاخدكم كأننا دلوقتي في حلم. عارفين يعني إيه تصحوا من النوم يوم تلاقوا بيقولوا لكم إن الفوج اللي أنتوا فيه مستهدف؟ عارف يعني إيه لما تكون عايش في الصحراء على لمبة صغيرة من المغرب لحد الفجر أنت بتعيش حياتك في ضلمة؟ عارف يعني ايه لما تلاقي اي حيوان من الحيوانات بتعبث في اي قمامة جنبك وانت منتظر لحظة معينة لهجوم عدو وتجري تمسك سلاحك علشان تضربه؟ عارف يعني ايه اضحي بحياتي واماني علشانك انت تبقى في امان وتعيش في حرية وتستمتع بامانك في بلدك؟ عارف يعني ايه ابقى شايل روحي على كفي وعايزك انت تفضل سعيد وفي امان داخل اسرتك وفي حضن بلدك؟ عارف يعني ايه انا بحبك من جوه قلبي وبحب كل تراب بلدي، علشان كده انا بواجه وتبقى انت في الخلف محمي؟ نخرج بره الحلم ويوصل بينا في الحقيقة ان دماء كتير سالت على أرض سيناء علشان احنا نعيش اللحظة دي. يسعدني ويشرفني يكون معايا أبطال من أبطال أكتوبر فعلا حملوا أرواحهم علشان فدا بلدهم مصر. معايا من أبطال اللي ضربوا 27 دبابة من سلاح المدفعية. عارفين يعني ايه 27 دبابة؟ حاصل على نجمة سيناء. عارفين يعني ايه حاصل على نجمة سيناء؟ عارفين يعني ايه يخوضوا معركة كبيرة وكل هدفهم امام بلدهم؟ يسعدنا يكون معانا بطل الشرقية اللي حقق ويستحق هذا اللقب، صائد الدبابات محمد المصري. صورته معانا دلوقتي على الهواء وهو معانا بنفسه ذاته، تشرف وجالنا وسافر لحد هنا عشان يكون معانا على الهواء. اهلا بيك معنا. اهلا بيك، شرف لينا انك معانا. وايضا شرف لينا يكون معانا بطل اخر العقيد علاء علامه من سلاح المدفعيه. ده احنا النهارده نقول عيد جديد، انتوا بتجددوا لنا الاعياد، انتوا بتحيونا بجد، بتخلينا نحس ان احنا زي ما قيل فيكم الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفكم خير أجناد الأرض. هي كلمات بسيطة لكن معناها قوي، بتحيونا مرة أخرى. لما احنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء بنقول احنا كأننا من جديد المعركة مقامة قدامنا وبنتعلم منها دروس وعبر علشان تستفيد بيه الأجيال اللي جاية. أنا مش هقول لكم أنا عايزة أعرف إيه الحكاية ولا هقول لكم التاريخ ولا عشتوا في إيه، لأن إحنا عارفين، ولكن في جيل ما يعرفش الكلام ده، في جيل ما حضرش، اتولد بيسمع أو بيذاكر في كتب التاريخ هذا، وكمان مش بيذاكروا بالقدر اللي عايزين إحنا نوصله له. إزاي يقدر ينتمي لهذا البلد؟ نسمع منكم. طب اسمح لي انا اللي اختار. اتفضل حضرتك. صائد 27 دبابه. انا مش قادره اصدق. لا اقدميه. الاقدميه. طيب سياده العقيد. لا يا باشا اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. انتوا سطرتوا بحروف من دمائكم ودماء ابطالنا بجد في التاريخ، واديتوا لنا عبر ودروس. خلوا الجيل الجديد يستفيد. بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لحضرتك بس نبذه. وطبعا البطل محمد المصري يتفضل اولا لان هو استاذي الله يبارك في عمرك. واحنا عندنا في القوات المسلحه ما فيش حاجه اسمها جندي وظابط في الحرب، كله انا بقول ابطال. لا انا مش بطل، ما حضرتش الحرب. فانا ولكن بطل في مكان. لا الحمد لله. ده انا بس البطوله اللي انا عملتها ان انا ربنا سبحانه وتعالى اداني خير وقدرت ان انا اتعرف على ابطال عظام جدا على يعني على رسوم البطل محمد المصري، وبتعلم منه وبعلم اولادي، وهو ده التاريخ والارث اللي انا هسيبه لاولادي، ان هم يعني وجودي مع الابطال دول وان انا بتعلم منهم وبعلم اولادي منهم. ان هو يصاب الهدف بيقولوا انه كان المدفعيه بتاعته مسطره، صح؟
مصر دي قالها لي المقدم شهيد صلاح عبد السلام حواش، قائدي واستاذي ومعلمي عليه رحمه الله. الكلام ده مع اول صاروخ مع اول دبابه. لكن اسمحي لي، انا بهني الشعب المصري كله والامه العربيه على تحرير ارض سيناء. لكن احنا لو بصينا لسيناء في عجاله سريعه كده، سيناء بتمثل 6/10 من مساحه القطر المصري، وعايش عليها 1,400,000 نسمة، وهي البوابه الشرقيه بالظبط لمصر وللوطن العربي. لكن انا عايز اقول لسعادتك على حاجه. انا قريت كلمه لحكيم فرنسي بينصح نابليون، بيقول له اذا اردت ان تغزو هولندا عليك باحتلال مصر. اذا اردت ان تغزو هولندا عليك باحتلال مصر. ده بيصور مدى قد ايه الموقع الاستراتيجي لمصر، وخاصه سيناء، خاصة لان هي البوابه الشرقيه. من فضل الله سبحانه وتعالى كان لي دور في حرب اكتوبر وهو تدمير 27 دبابه، ضمنهم دبابه عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي، صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو، الاول على العالم في تدمير دبابات العدو، حاصل على وسام نجمة سيناء، ارفع وسام عسكري، عضو جمعيه المحاربين القدماء. لكن صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو، ده مش كلامي، ده كلام البنتاجون الامريكي. طلع تقرير في فبراير 74، مفاد التقرير بيقول ان لاول مره في العصر الحديث. دخلت موسوعة جينيس. نعم، دخلت موسوعة جينيس الحمد لله. التقرير بيقول ان لاول مره في العصر الحديث في تاريخ الحروب الحديثه فرد او مجموعه افراد بيدمر هذا الكم من الدبابات بصواريخ موجهه بالسلك وليست بالتنشين، ما حصلش الا على ارض سيناء وفي حرب اكتوبر وعلى ايدي اولاد مصر. يا ريت توضح للمشاهد العادي ايه الفرق، يعني هو مش فاهم يعني ايه سلاح بالسلك وليس مش تنشين. مش تنشين، لا، ده الصاروخ بيقطع 3 كيلو في 27 ثانيه، وانا في خلال ال 27 ثانيه بوجهه بالسبابه وابهام اليد اليمنى وسبابه وابهام اليد اليسرى في خلال ال 27 ثانيه. ايه القوه دي؟ يعني ايه التركيز؟ ايه كم بسم الله ما شاء الله، يعني ايه كم التركيز ده؟ احنا شايفين مع بعض هنا في الويندوز التاني دي المقالات اللي كتبت، الذي دمر وحده 27 دبابه. نعم. بص حضرتك لو بتتابع معانا، احنا جايبين جزء من عساف ياجوري والأسرة اللي معانا. حضرتك بقى تحدث، احنا يمكن بنعرف منك ده رئيس السادات لما كان بيزور القوات المسلحة تقريبا على الجبهة. حضرتك شايفها معانا؟ دي نجمة سينا. نعم. الصواريخ جات لنا في اواخر 70 اوائل 71. دي صوت وانا لسه في مقتبل العمر زي ما بيقولوا. وقتها. نعم وقتها. الصواريخ جات لنا في اواخر 70 اوائل 71 بعد ما خدمت في سلاح الصاعقه 3 سنوات، واتوزعنا على سلاح المظلات وخدت فرقه مظلات. اكتشفت فيما بعد ان فرقه المظلات ما هي الا مقدمه ل 27 ثانيه زمن مرور الصاروخ للهدف. لان مدرسه ده اكتشفته امتى؟ لما دخلت في لما اشتغلت على الصواريخ واتدربت على الصواريخ. خدت بال حضرتك؟ لان مدرسه الصاعقه تخاطب الجسم بتبني الشاب مننا بناء عضلي، بناء قوي. احنا شفنا وامبارح يمكن اذعنا فيلم. لكن مدرسه المظلات تخاطب الحق اللي عايزه فكر. عايزه فكر يشتغل، وده اللي كان بيتطلبه الصاروخ في اثناء الحرب. خدت بال حضرتك؟ ضربنا في عربيات تدريب على الصواريخ ديت بحاجه
الكترونيه. طبعا القوة اللي قدامنا قوة تكنولوجية هايلة، لما يكون قصاد امكانيات كانت موجوده وقتها للجيش المصري، امكانيات ضعيفه. طبعا يعني كانت اضعف من امكانيات ضعيفه من العدو، ولكن سبحان الله يعني هنقول ايه، احنا جيشنا الذي لا يقهر مش العكس، احنا اثبتنا ده. اسمحي لي انا هصورها لك في حاجه ثانيه. الكتالوج اللي جاي مع الصاروخ بيقول ايه على مرحلتين. المرحله الاولى منه احنا كجنود مصر محتاجين عشرات السنين عشان نفهم كيفيه العمل على الصاروخ. عشرات السنين دي مفتوحه 10 عشان حتى القرن. الصعوبه بقى في التقرير او في الكتالوج الشق الثاني بيقول ان الصاروخ بيمر ب3 مراحل. تجهيزه على القاعده، زمن مروره، اصابه الهدف، ال3 مراحل بيحتاجوا الى 100 ثانيه. طب اذا كنا احنا مش عارفين نشتغل نفهم ازاي الصاروخ بيشتغل، مش هنوصل نقدر نوصل لان احنا للمعدل المثالي اللي هو 100 ثانيه. لا احنا كجنود مصر وكجيش مصر وابناء مصر وتربينا صح وعندنا ايمان بعقيده اسمها تحرير تراب الارض. اختصرنا الزمن في ال3 مراحل: تجهيز على القاعده، زمن مرور، اصابه الهدف، من 100 ثانيه الى 40 ثانيه. ده اعجاز وليس انجاز. وما زلنا نحارب حتى الآن في سيناء لتحريرها من الإرهاب. سيادة العقيد، على يمكن الفترة اللي احنا فيها حرب من نوع آخر، حرب أصعب من الحرب اللي خدناها في 73، لأن لما يكون العدو من داخلنا والعدو مش معروف هو مين، أعتقد ده بيبقى أصعب بكتير على القوات المسلحة. هو الأبطال طبعا حاربوا في 73 وحققوا نصر عظيم، واحنا الحمد لله بفضل ربنا الاجيال اللي بعدهم كانت المهمه بتاعتهم الرئيسيه ان هو الحفاظ على هذا النصر. كان احنا الحمد لله بفضل ربنا عملنا مجموعه حمله كده اسمها حب مصر، فيها طبعا الابطال العظام البطل محمد المصري، البطل عبد الجواد سويلم. انا يمكن مش شايفه الويندوز الثانيه عشان اقول لحضرتك تعلق عليها. ايوه ده البطل محمد المصري اللي في النص الصوره. لو في صوره ثانيه البطل اللي في اليمين دوت اللي لابس تيشيرت اسود ده البطل اسماعيل بيومي، ده عبر قناه السويس بزراعه واحده، يعني زراعه اتقطعت وصمم ان هو يعبر قناه السويس بزراعه واحده علشان ما يسيبش المعركه. ايه الروح دي؟ البطل اللي هو اللي بيلبسوه الميداليه ده البطل زكريا ابو ضيف، ودوت توفاه الله، وصمم ان احد اولاده وكان بيتمنى ان احد اولاده يكون شهيد، وليه ابن اسمه عماد استشهد قريب في العريش. البطل اللي هو اللي لابس نظاره يعني بطل من ظهر بطل. نرجع تاني بس لو في صوره تانيه. هي الصور بتتكرر. بتتكرر. عايز بس اقول لحضرتك على البطل عبد الجواد سويلم، ده اسطوره من اساطير العالم مش اساطير مصر بس. يمكن الصوره اللي بعدها. تمام. ايوه اللي هو لابس نظاره، ده عبد الجواد سويلم، واللي الناحيه الثانيه لابس ميداليه دوت جمعه الشوان، او اللي هو يعني هو سمي في المسلسل بجمعه الشوان، هو احمد الهوان. احمد عبد الرحمن الهوان ابن السويس. مظبوط. كان ليا لقاء بيه. اقول لحضرتك البطل احمد الهوان طبعا ده توغل في اسرائيل وقعد 13 سنه هناك بيشتغل عليهم، لدرجه ان هم ادوا له امان وادوا له رتبه الجنرال اللي هي العميد الشرفي في الجيش الاسرائيلي، وكان ليه فضل كبير جدا في ان هو صاحب الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو عرف اماكن محابس مواسير النابلم. ولولاه يعني ربنا سبحانه وتعالى ثم جمعه الشوان او احمد الهوان ما كانش هيبقى في عبور قناه السويس. البطل العظيم عبد الجواد سويلم دوت ملقب بالشهيد الحي. الراجل ده في سنه 70 ضرب بصاروخ وبتر رجليه الاثنين وذراعه اليمين وفقد عينه اليمين، ورغم ذلك صمم ان هو يرجع وحارب وعبر في 73. واشتغل بايده الشمال. الاراده قويه دي. وباطراف صناعيه. يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا دي المجموعه بتاعتنا اللي احنا بنحاول ان احنا نعمل توعيه للشباب والاولاد طلبه المدارس والجامعات علشان نقول لهم لابد ده يدرس، لابد يكون في المناهج للولاد الصغيره. ما يا ريت احنا ده تاهيل ليهم لما يكبروا ويدخلوا الجيش، يقدروا يكون عندهم نفس الروح. هم خلاص يعني التعليم في الصغر
كالنقش على الحجر. هيطلعوا عندهم انتماء، هيطلع عندهم قدوه. احنا بنفتقر ونفتقد للقدوه، ولا سيادتك شايف ايه؟ لا قدوه موجوده، بس يعني لا الجيل الصغير ما اللي طالع في المرحله اللي فاتت احنا اسالوا. احنا لا نتهم احد، بنتهم انفسنا بالتقصير. تمام، هو ده اللي قصدي. عشان كده عايزين نبتدي بنروح متطوعين لمدارس وجامعات علشان نعمل توعيه للطلبه دول. لو واحد اتغير من 2000 3000 اللي موجودين احنا نجحنا. عندك حق، مظبوط. في صوره اخرى يمكن عايزين تعليق حضرتك عليها. طيب دي علق عليها ده سياده اللواء مين؟ فتحي. هي صوره يعني اللي هو فتحي زغلول، ده طبعا بطل من ابطال حرب اكتوبر، اللي هو اكبر احد جنود اسرائيليين ان هو يؤدي التحيه للعالم المصري. الله. وان شاء الله على قيد الحياه، وان شاء الله يبقى موجود في لقاء يعني معانا باذن الله. ابطال كتير على قيد الحياه الحمد لله رب العالمين، يحكوا التاريخ ويحكوا اللي قدموه ويحكوا تفاصيل يمكن احنا بتغيب عنا ما نعرفهاش. علشان كده معانا النهارده البطل محمد المصري. اهلا بيك. بنستكمل لقائنا مع حضرتك ب 27. ده الرقم على فكره لحد دلوقتي مش عارفه ازاي اصدقه انا كعقليه بشريه. حضرتك بس انا اسف، هو البطل يعني عنده حته اللي ايه التواضع. جدا. لا هقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك حاجه هو رافض يذكرها. الظريف ان هو داخل بيعرفني بنفسه، انا عارفاه يعني. هو رافض يذكر حاجه ضمن الدبابات اللي هو ضربها البطل عند الدبابه بتاع السيف ياجوري. وعلى السيف ياجوري بعد لما اتأثر سأل على مين اللي دمر دبابته، مين اللي دمر دبابته، وادى التحيه العسكريه للبطل محمد المصري. الله. لا هي في عموم كل يوم بستفيد من القصص اللي بسمعها. امبارح برضو كان معانا سياده اللواء خضر محمد محمود. فقصص فعلا وعبر يعني حتى العدو بيأدي تحيه للجندي المصري. لا هي في عجاله سريعه كده كانت يوم 8 اكتوبر، ثالث يوم في الحرب، ثالث يوم في الفرح، وانا بسميه فرح وما اعظمه من فرح. 9 اكتوبر 73 بعد ما دمرت الدبابه بصيت لقيت اصل انا شغلي على مهمتين او مرحلتين. المهمه الاولى صد هجوم العدو المفاجئ في اثناء عمليات العبور الاولى في ضمن الموجات الاولى للعبور. كيفيه الصد؟ صد هجوم العدو المفاجئ. طيب دي ما كانتش موجوده لان في خلال 24 ساعه مساء 7 اكتوبر كان معدي 80,000 جندي للضفه الشرقيه لقناه السويس. وكلمه جندي تطلق على القائد وعلى الجندي. يبقى اذا المهمه الاولى صد هجوم العدو المفاجئ دي مش موجوده. المهمه الثانيه والرئيسيه بشتغل خلف خطوط العدو. خلف خطوطه. في مكان عباره عن اكمنه بتزرع جواه بس الساعه 2 بالليل. لازم اوصل للموقع الساعه 2 بالليل، وعشان اكتشف الموقع لازم اكون في اعلى مكان بحيث ما يحجبنيش عن الدبابات شيء الصبح. كل ده طبعا كان في تدريب مسبق طبعا بكل هذه طبعا ده تدريب مبني. لا اسمحي لي، الحرب بايامها ال 18 من يوم 6 اكتوبر حتى يوم 24 اكتوبر لا تساوي يوما واحدا من ايام التدريب. اكيد. الحرب بالنسبه للتدريب كانت فسحه، كانت نزهه. التدريب كان قاسي جدا 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 لابعد الحدود. ما علشان نحقق الهدف لازم يكون تدريب قوي. فيوم 8 اكتوبر انا بتزرع كمان في وسط قوات العدو، بنفذ المهمه في مكان معين، ثم الرجوع الى منطقه التمركز في وادي النخيل. هي عمليه كر على العدو والفرار منهم. يوم 8 اكتوبر انا بصيت لقيت المقدم صلاح حواش عليه رحمه الله يوم استشهاده. بيناولني الزمزميه اشرب، بصيت لقيت مع اول صاروخ مع اول دبابه، بصيت لقيته قال لي مسطره يا مصري. يعني ايه مسطره يا مصري؟ هو اللي اطلق اللقب. انا اللي اطلق طبعا. مسطره يا مصري، يعني ايه مسطره يا مصري؟ خط مرور الصاروخ منذ اطلاقه من على القاعده وصولا للدبابه كانه خط المسطره. دعوه جاريه فيه نتيجه حرص على الصاروخ، لان الصاروخ قبل الحرب كان ثمنه $500، ارتفع ثمنه اثناء الحرب من 500 الى $1500. ويقينا ال $500 دول الاولين ثمن الصاروخ من دم الشعب المصري.
فلو جاله 1000 دولار، طب لو جاله 1000 دولار زياده يبقى من دم مين؟ من دم الشعب. فهنا لابد وحتما الصاروخ يوصل للهدف المصنوع من اجله دبابه العدو. هي عمليه استشعار قيمه عمل، عمليه استشعار ان مفيش حد بيراقبني الا الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ثم ضميري. بعد انسحابي ست لقيت من محمد المصري، ايوه فندم تعالى معانا قبل الفجر، في 8 اكتوبر قبل الفجر. طب ده يوم استشهاد المقدم الشهيد صلاح حواش. رحت معاهم، بصيت لقيت 2 قاعدين، واحد ملامحه غريبه متكتف، قاعد على كرسي متكتف تكليف الاسير، مع العميد حسن ابو سعيد قائد الفرقه الثانيه. بس لقيته في وضع ذله، وضع انكسار، مبطي في الارض. فالعميد حسن ابو سعيد قال لي انا ما كنتش عايزك دلوقتي، هو اللي عايزك، وشاور لي عليه. قال لي ده مين؟ قال لي عساف يقول قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي طلب طلبين لما وقع في الاسر والمشاة المتقدم جابوا ليا كوبايه ميه والجندي يضرب دبابته. مجرد ما سمع محمد المصري دمر دبابته رفع وشه لفوق واداني التحيه العسكريه. هنا ملمح جميل يعتز به كل مصري طبعا على ارض مصر. ده فخر لينا احنا. عقيد في الجيش الاسرائيلي وادي التحيه العسكريه لرقيب مجند في الجيش المصري. هي دي عظمه مصر وعظمه الجيش المصري. 33 سنه على تحرير سيناء. في اليوم ده كلمتين بنقولهم للجيل الجديد، لان ده نهايه للاسف لقائنا. سياده العقيد علاء. نقول للجيل حافظ على مصر. مصر ضحت ب 120,000 شهيد غير المصابين، والناس دي ما طلبتش ومش هتطلب، مش هيعملوا زي شهداء التحرير، او مش عايزين نفتح في المواضيع دي. حافظ على مصر كويس. احنا ما فيش بينا يعني شعارنا في القوات المسلحه نحن ابطال لا نهاب الموت لذلك يهابنا الموت. ما فيش تفرقه عندنا بين مسلم ومسيحي. انا لما اصبت في حادث وانا في رتبه الملازم اول، اللي اتبرع لي بدمه وانقذني من الموت كان ضابط مسيحي. فما عندناش وبنصوم مع بعض ونصلي مع بعض وما عندناش احنا كيان واحد ونسيج واحد. فكل الموضوع العمل ثم العمل ثم العمل. مصر وتحيا مصر. تحيا مصر. بطلنا. والله انا اختم كلامي للشباب او المصريين عموما. عموما داخل مصر وخارج ارض مصر، بمقوله قراتها للملك عبد العزيز ال سعود. بيقول صلاح العرب من صلاح مصر، اذا قامت مصر قامت العرب، واذا لا قدر الله اصاب العطب مصر ماتت العرب. الله يفتح عليك وبالخير، وانا سعيده بلقائي بيكم حقيقي. فخر ليا. فخر ليا وعلامه مضيئه في تاريخي كاعلاميه. بشكركم وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. نروح لفاصل اعزائي المشاهدين ونواصل معاكم ابطال حرب اكتوبر. بلدنا بسم الله بسم الله، بدين ولادنا بسم الله بسم الله، وأذان علمتنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهادنا بسم الله بسم الله. الله أكبر أذن وكبر، الله أكبر أذن وكبر، وقول يا رب النصر تكبر. دول مين ودول مين؟ دول عساكر مصريين. دول مين ودول مين؟ دول ولادنا الفلاحين. حلوة بلاد السمرة، بلاد الحرة، بلاد السمرة، بلادي. وانا على الربابة بغني واغني غنوة الحرية. قول معايا يا الشعب تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. خلي السلاح صاحب صاحب صاحب، لو نامت الدنيا. طول ما السلاح صاحي، طول ما مصر بإذن الله بكل خير. في الحقيقة أن عيد تحرير سيناء دايما بيشعرنا بأشياء كتير نبيلة وقيم تربى عليها أبناء الجيش المصري.
الجيش المصري اللي له تاريخ طويل على مدار آلاف السنين. الجيش المصري اللي استطاع في كل مرحلة من مراحل تاريخ مصر انه يدافع ويضحي عن تراب هذا البلد الغالي. وعشان كده الموضوع موضوع جينات وراثية بيتوارثها هذا الجيش اللي هو جزء من الشعب المصري، اللي اعتقد ما فيش جيش على مستوى العالم يعني في هذه القدرة وفي هذه الميزة، ميزة أنه جزء من فئات المجتمع والشعب المصري، رادع وشارب وواكل من أرض هذا البلد. هي بيسعدنا ان احنا نلتقي مع سيادة العميد أركان حرب أحمد محمد عبد الله. أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. أكيد في اليوم ده بتستشعر بأشياء كثيرة، وحضرتك طبعا حضرت حرب التحرير، حرب أكتوبر، وشفت أشياء كتير جدا على أرض الواقع، وده يمكن بيبقى شرف لكل إنسان إنه يدافع عن تراب الوطن وإنه يحرر جزء غالي زي سينا. شعور حضرتك وانت النهارده في عيد تحرير سينا، ولو رجعت بالذاكره كده هتفتكر ايه من هذه الحرب؟ الحقيقه هو الحمد لله ان ربنا اكرمني ان انا كنت احد من شاركوا في تحرير سينا سنه 73. كنت متخرج ملازم خريج حديث بقالي شهرين فقط، وتشرفت ان انا التحقت بالكتيبه الخامسه مشاة، وهذه الكتيبه من الكتائب العظيمه في الجيش المصري. وعلى فكره الرئيس عبد الناصر كان ضمن هذه الكتيبه وتحاصر في الفلوجه ايضا. طبعا كان تاريخ الكتيبه دي الكتيبه الخامسه كانت كتيبه ليها تاريخ جميل جدا. انا كان ليا الشرف الحمد لله اني انضميت لهذه الكتيبه وان انا حاربت ضمن صفوف هذه الكتيبه، وعبرنا يوم 6 اكتوبر، والحمد لله كان لنا معركه كبيره يشار لها في التاريخ العسكري، هي معركه جبل المر بقياده اللواء الفتح كريم رحمه الله عليه. دي جبل المر ده على مسافه 15 كيلو في سينا من اتجاه السويس، احنا كنا على محور نتلا. كانت معركة كبيرة والحمد لله الكتيبة أدت دور جميل جدا وكبير، وأنا كان لي الشرف أن أنا كنت أبقى أحد مقاتلي هذه الكتيبة، وأن احنا نكون من أبطال مصر اللي حرروا سينا. الحقيقة سينا تستحق مننا كل نقطة عرق وكل نقطة دم، وإن احنا سينا لازم يكون هي إن شاء الله مستقبل مصر، لأن بها ثروات كبيرة وليها أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة جدا، وإن شاء الله بإذن الله لازم نضع سينا في أولويات اهتماماتنا وأولويات التنمية في مصر. الحقيقة ان البعض يمكن وخصوصا الشباب منا اللي ما عاصرش حرب اكتوبر وما عرفش اهمية سينا كما يجب ان يتعرف، وفي الحقيقة ده بيخلينا دايما نعمل ندوات ونعمل لقاءات اعلامية ونحاول نشير الى الاهمية الاستراتيجية ونعرفه يعني ايه ديموغرافية سينا واشكالها والخرائط بتاعتها، عشان يعرف ان سينا دي يعني جزء هام جدا لازم يدافع عنه بكل ما يملك من قوة وطاقة، ومش بس مش لازم يلتحق بالجيش عشان يدافع عنه، لكن هو ممكن يدافع عنه بطريقته، بعمله، بجهده، بتضحيته. فيا ترى ايه الاهميه الاستراتيجيه والديموغرافيه لسيناء عشان نقدر نتعرف على هذه البقعه الغاليه من ارض مصر؟ سيناء بتعتبر طبعا البوابه الشرقيه في الشمال الشرقي لمصر، ويعني بتتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي هام جدا. اولا هي تربط بين قاره افريقيا وقاره اسيا، بتحاط بثلاث مياه، البحر المتوسط في الشمال وخليج العقبة
في الغرب والجنوب، عشان كده بنقول انها وخليج سيناء شبه جزيره. شبه جزيره. وحدها الغربي يعتبر قناه السويس. تمام. فهي تتمتع بموقع متميز يربط بين العالم بالكامل، يربط بين قارتين. واوروبا طبعا، واوروبا في شمال المتوسط. التجاره بتاعتها ده الموقع المتميز لسيناء جغرافيا. هي تتمتع بتضاريس متنوعة، السهول في الشمال، الهضاب في الوسط، والجبال في الجنوب. سيناء بتقع على سواحل بطول يعني على البحر المتوسط بطول 120 كيلومتر، وعلى قناة السويس بطول 160 كيلومتر، وبتقع على الجنوب الغربي على خليج السويس بطول 240 كيلو، وخليج العقبة من الجنوب الشرقي والشرق بطول 150 كيلومتر. يعني هي بتمتلك حوالي 30% من سواحل السواحل. وبالتالي دي ثروه. ده يخلينا ان احنا نتنبأ ان احنا لازم نستغل هذا الموقع الفريد في الثروه السمكيه والتنميه السياحيه وحاجات كتير جدا. والمعادن الهائله. طبعا سيناء تتميز بان هي بيها كثير من المناجم والمعادن زي الفحم والبترول والمنجنيز والكولينه وحاجات كتير جدا. رمله سيناء يعني، حتى الرمله البيضاء يعني دي ماده بنقدر ننتج منها السيليكون. فيعني دي حاجه ممكن نستخدمها في صناعه البرمجيات والالكترونيات. فاحنا لازم نستغل سيناء الاستغلال الكامل. احنا ما استغلناش سيناء الاستغلال الكامل حتى الان. يعني ده يمكن بيدفعنا لسؤال، يعني طبعا احنا شايفين المخاطر الموجوده في سيناء حاليا، لكن أهم التحديات والمخاطر اللي ممكن من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية اللي بتتعرض لها سيناء حاليا، عشان يعني ندرك قد إيه الجيش بتاعنا بيضحي عشان هذه البقعة الغالية تصبح كما نريد. الحقيقة سيناء طبعا حاليا بنواجه حرب شرسة من الإرهاب. هو بدأ الإرهاب في سيناء من بعد اتفاقية كامب ديفيد من 79 وتصاعد في الثمانينات. وطبعا في تفجيرات تمت في طابة وتفجيرات تمت في شرم الشيخ، والآن بنرى الإرهاب في سيناء. هو طبعا يعني حجمه محدود، حجم الإرهاب محدود في سيناء، وبيحاول من يستخدم الإرهاب ان هو يخفض معنويات الشعب المصري والقوات المسلحة. لكن طبعا الكلام ده بعيد جدا، هيهات ان هم ينالوا من معنويات القوات المسلحة او ينالوا من معنويات الشعب المصري. بؤر قليلة في سيناء محدودة ان شاء الله سيتم القضاء عليها، كما تم القضاء على العدو الصهيوني وطرده خارج سيناء. سيتم طرد الإرهاب من سيناء. لكن الحقيقة ان احنا اهملنا سيناء، والمفروض ان احنا نبدأ في تنمية سيناء من الآن على التوازي. يعني ما نقولش عشان فيها إرهاب ان احنا نوقف عجلة التنمية في سيناء، لا، احنا نبحث عن كيف ننمي سيناء على التوازي مع مكافحة الإرهاب، وإن شاء الله التنمية ستقضي على الإرهاب بإذن الله. بإذن الله. ليه البعض يعني هرجع للجانب العسكري والاستراتيجي مرة تانية بيصف المعركة الحالية بأنها أكثر شراسة من المعارك اللي كنا بنخوضها ضد العدو الصهيوني؟ هل ده راجع ان العناصر اللي موجودة بتتبع اساليب فيها انواع من المكر، من الخداع، من مش عايز اقول الدناءة يعني لان طبعا مسألة التفجير دي بتبقى مسائل مفاجئة لأي جيش في العالم يعني هل هذه التحليلات تعتبر تحليلات دقيقة ولا ممكن مراجعتها؟ هو الحقيقة ان طبعا مواجهة العناصر الإرهابية من جيش نظامي بتبقى يعني صعب جدا ان الجيش النظامي يواجه حرب عصابات، لغم في حتة، هجوم على كمين في منطقة أخرى. يعني هي عمليات فردية، لكن سيتم مجابهتها إن شاء الله بالفكر. تمام. يتم مجابهتها بالفكر، بالتفكير، بمحاربة التطرف، بالوصول إلى منابع هذا الإرهاب وتجفيف منابعه والتنمية. تمام. حضرتك بتؤكد على التنمية عدة مرات،
يعني في الحقيقة تنمية سيناء لها أبعاد تنموية كتير. يعني زي ما حضرتك ذكرت الثروة السمكية بداية، الثروة الزراعية، واحنا لسه في بعض المشروعات في طريقها، يعني ترعة السلام قد تمتد أكثر ويكون في لها دور في التنمية الزراعية. هناك محاولات لاستفادة من مياه اللي بتسقط وأحيانا بتبقى في شكل سيول في مناطق مختلفة من سيناء، محاولة تخزينها لتكون مياه جوفية في يوم من الأيام. المحاولات الخاصة بالتنمية التعدينية، وخصوصا أن هناك حقول بترول وغاز ومعادن مختلفة موجودة في سيناء. طبعا قناة ناهيك طبعا عن قناة السويس الجديدة، ومشروع إنشاء مدينتين رفح الجديدة في على الحدود، وجزء تاني خاص بمدينة الإسماعيلية الجديدة. فهناك طبعا بدايات لمحاولات لتنمية سيناء بشكل أو بآخر. طبعا تنمية سيناء، أنا بتكلم على تنمية سيناء لأن هذه التنمية ستعود أولا بالفائدة على الشعب المصري. بالضبط. احنا نستطيع ان احنا ننقل عدد كبير جدا من التكدس الموجود في مدن مصر الى سيناء، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الفكر موجود من فترة ان احنا ننمي سيناء بانشاء مدن تعتمد على الزراعة وتعتمد على التعدين والصناعة، ومدن أخرى على السواحل تعتمد على صيد الأسماك وتعليبها وعمل مصانع لتصدير الأسماك. كل هذا سينمي سيناء وسيؤمنها ضد أي عدائيات. احنا لو ولكن هو أسلوب التنمية، هل زي الأول نعمل مدن دفاعية؟ هو فشل هذا الفكر، لأن أهالي سيناء نفسهم قالوا لا، احنا نبدأ بالتجمعات السكانية اللي موجودة وننمي هذه التجمعات. وده فكر يعني مناسب، ان انا التجمعات دي انمي لها المناطق اللي فيها، اشوفها هل هي تعتمد على الزراعة، انمي الزراعة، اعمل لهم مجتمع متكامل، مدارس ومصانع تقوم على هذه الزراعات، فيبقى مجتمع متكامل، وانتقل الى منطقة اخرى. طبعا هذا هيكلفنا الكثير، ولكن انا علشان احافظ على ثروة مصر وعلى مصر لازم ابدا بالتنمية في سيناء. تمام. يعني هل هنا بقى حضرتك يعني بتؤكد على جزئية التعامل مع الواقع واهل المنطقه، اهل سيناء من البدو، وهم اللي يدوني الرؤيه للتنميه في المرحله اللي جايه. عموما انا شايف تترات البرنامج نزلت، كنت عايز اللقاء يمتد اكتر، لكن احنا بنشكر حضرتك سياده العميد اركان حرب احمد محمد عبد الله، وكل سنه وحضرتك طيب، حضرتك بالصحه والسلامه، ونتمنى فعلا نشوف سيناء في افضل حال في المرحله القادمه، وخصوصا عندما تنمو معها روح اكتوبر، روح النصر. باذن الله نرى سيناء في السنوات القادمه في افضل حال بعد تنميتها بسواعد ابناء مصر. اعزائي المشاهدين، بشكركم وتحياتي وتحيات اسره البرنامج.